صباح السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل. فعلا من أول ما ابتديت أعمل فيديوهات على السوشيال ميديا دي أكتر حاجة وأجمل حاجة اتعلمتها، وعشان كده قلت أنقل لكم خبرتي في الموضوع ده. كان في فيديو عملته من فترة بتكلم فيه عن حديث. أنا كنت ساعتها المصادر بتاعتي اللي اعتمدت عليها بتقول إن ده حديث اللي هو النبي اللي عليه الصلاة والسلام قال اخشوا فإن النعمة لا تدوم. وبشكر كل الناس اللي اتفاعلت وكل الناس اللي اتفرجت إنه جاب تفاعل كويس. بس في ناس جزاهم الله خيرا يعني قالوا لي دي رواية عن سيدنا عمر، وفي ناس تانية قالت لي ان ده حديث ضعيف. فلما دخلت بحثت وزودت البحث اعتمادا عليهم اكتشفت ده، فكان واجب اني اعتذر. انا كانت نيتي خير، فطلع ان ده مش حديث صحيح عن النبي. بس الفيديو كان فيه نية الإفادة والجملة جميلة فيها نية الإفادة. الأهم من ده هو إن أنا اتعلمت إزاي تنصح، إن أهم من النصيحة أسلوب النصيحة. طالما أنت بتنصح ونيتك خير بيبان، لان في ناس جزاهم الله خيرا دخلوا نصحوني فعلا بنية الخير وده باين من اسلوبهم، وفي ناس تانية تحس انها داخله تكسر فيك وتشتم فيك وتضايقك. فيا جماعه احسن حاجه اتعلمتها من على السوشيال ميديا هي اسلوب النصيحه. اولا لما تنصح حد تنصحه بينك وبينه، لان يقول لك ايه، اذا نصحته في السر فقد نصحته واذا نصحته في العلن فقد فضحته. فلما تيجي تنصح اي حد تخليها بينك وبينه، ما تطلعوش غلطان قدام الناس. تاني حاجة أسلوب النصيحة ما يبقاش فيه مرياسة ولا تعالي ولا تهكم ولا استهزاء ولا إهانة، طالما نيتك خير. فهو ده اللي أنا اتعلمته من السوشيال ميديا، إن أهم من النصيحة أسلوب وطريقة النصيحة. وربنا يخلي لنا كل الناس اللي نيتها خير وكل الناس اللي بتنصح في الخير، وربنا يوفقنا دايما نقدم السعادة والإفادة للناس. وصباح السعادة.